السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل كفتة الرز، بس مش باللحمة ولا بالفراخ، بالحمام الكبير في السن بنخليه. ما بينفعش طبعا الحمام الكبير دوت ولا ينسلق ولا يتحشى ولا أي حاجة، فما بيستواش. فده أحسن طريقة ليه إن احنا نخليه ونشيله كده، نخليه من العظم كله ونعمل بيه كفتة، بتبقى طعمها حلو جدا زي اللحمة بالظبط. معانا هنا رز بنغسله وننقعه بحوالي ساعتين، وبعد كده نطحنه في المطحنة. هنا ده معايا كيلو حمام مخلي، هنحط عليه كيلو رز، كل يعني زي كفتة اللحمة بالظبط. كيلو اللحمة عليها قصادها كيلو رز. ده كيلو حمام حطيت عليه كيلو رز وبصلتين كبار وخضرة طبعا، كزبرة وبقدونس وفصين توم. هنفرم بقى كل ده في المفرمة. هنفرم الحمام والبصل والخضرة والرز مطحون. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. هنزل عليه بقى بالرز اللي احنا طحناه كله. كل حاجه بتبقى مفرومه معايا وبنقلبها مع بعض كده، نطحنها كمان مره. اللي محطش اللايك ينزل يحط اللايك واشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم عشان نعرف الفيديو عجبكم. هنقلب بقى كل كميه الرز، هحط بقى على البهارات بتاعها: ملح، فلفل اسود، كمون، وهقلب. ممكن شويه كزبره ناشفه. هفرم بقى كل الكلام ده تاني في المفرمة تاني، وممكن تعمليها في الكبة، بس لو الكبة بتاعتك تستحمل ما تكونش اللي هي الوات بتاعها ضعيف عشان ما تحرقش معاكي. هنا بعد ما فرمتها ما هتحسي معاكي هتحسي ان هي سايبه. ما تخافيش، حطها في التلاجة حوالي نص ساعه تبقى متماسكه معاكي بالشكل ده، وتعرفي تصبعيها وكل حاجه تانية. بس ايدك تاني زيت بسيطه وهتصبعيها. اول ما تعمليها ما تزودوش رز تاني ولا اي حاجه، هو كيلو الحمام عليه كيلو رز. حطيها بس في التلاجة نص ساعه هتلاقيها اتمسكت معاكي وبقت بالشكل ده. هتصبعيها قد الكميه اللي انت عايزاها وتحمريها في الزيت وهتطلع معاكي بالشكل ده. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وصلكوا كل جديد.